بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد انواع التفاعلات الكيميائيه في منهج الصف الثالث اعدادي. هناخد 3 انواع للتفاعلات الكيميائيه، هنتناول كل نوع بالتفصيل. اول نوع عندي هنا تفاعلات الانحلال الحراري. ثاني نوع تفاعلات الاحلال بتنقسم لنوعين: احلال بسيط واحلال مزدوج، وتفاعلات الاكسده الاختزال. ننتبه كويس، تفاعلات الإحلال والانحلال فرق بينهم بس حرف النون، ما نلخبطش. الأول هناخد أول نوع بالتفصيل اللي هو تفاعلات الانحلال الحراري. الأول نفهم معنى كلمة انحلال. أنا لو اديت لك قطعة مكعبات وقلت لك اعملها انحلال، يعني ايه؟ يعني فكفكها بالظبط. هو ده اللي بيحصل في الكيمياء. معنى كلمة انحلال يعني أنا بمسك مركب وأعمل له عملية تفكك. طيب بفكه إزاي؟ بالحرارة. يعني إيه بالحرارة؟ يعني بجيب المركب بحطه في أنبوبة اختبار وسخنه. عملية التسخين دي بعرضه للحرارة بيتحول إلى أو بيتفكك وبيتحول إلى مركبات أخرى. طب نشوف هنا تعريف تفاعلات الانحلال. هي إيه؟ تفاعلات كيميائية يتم فيها التفكك. أهو معنى كلمة انحلال التفكك. جزيئات المركبات الكيميائية، يعني هيدخل مركب هتتفكك لإيه؟ لحاجتين: يا عناصر أولية دي رقم 1، أو هتتفكك إلى مركبات أبسط منها، ده رقم 2. يعني عملية التفكك يا هرجعها عناصر أولية. إيه المقصود بكلمة عناصر أولية؟ اللي هي العناصر اللي أخذناها في سنة أولى إعدادي: المغنيسيوم، الفضة، الذهب، النحاس، الكلام ده كله. او مركبات ابسط، يعني هي دخلت مركب بس راحت عملت ايه؟ كسرت الروابط بينها وكونت روابط جديده عشان تديني مركب ابسط من اللي دخل. ده معنى او مفهوم تفاعلات الانحلال الحراري. الفيديو الجاي هناخد انواع تفاعلات الانحلال الحراري ونفهم معادلاتها بالتفصيل. شكرا لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.